ازيكم ابطالنا رجاله تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما خلصنا الشرح والحل والفرم والتلخيص والمعسكر والامتحانات بتاعه المنهج كله اللي هم كانوا 4 وحدات، جه الدور على اننا نبدا ونفهمك هنعمل ايه في المراجعه النهائيه. المراجعه النهائيه هنشتغل 3 حصص في الاسبوع، حد واربع وجمعه. هينزل لك يوم 27/4 اول فيديو في شرح الوحدة الاولى والوحدة الثالثة. هيجي بعد كده يوم 30/4 هينزل لك فيديو فيه حل على الوحدة الاولى والوحدة الثالثة. يبقى احنا كده خلصنا شرح وحل. هينزل لك يوم الجمعة اللي هي هتكون 2/5 هينزل لك فيديو كده حدوتة في ملخص سريع جدا على الوحدتين اللي احنا شرحناهم الاسبوع اللي قبله. يعني يوم 2/5 ده هينزل لك فيديو فيه حدوتة الوحدة الاولى والوحدة الثالثة. هيجي بعد كده يوم 4/5 هينزل لك الوحدة الثانية والوحدة الرابعة الشرح، وهينزل لك يوم 7/4 حل الوحدة الثانية والوحدة الرابعة، وفيديو الحدوتة بتاعه هيكون يوم 9/5 ان شاء الله هينزل لك فيديو الحدوتة. كده يا مستر احنا خلصنا المراجعة بتاعتنا؟ لا لسه اتقل شوية. دول كده كانوا يعتبر 6 حصص فرنا فيهم المنهج شرح وحل وحدوتة كمان يا بطل. هينزل لك بعديها يوم 11/5 ينزل لك فيها حل نماذج في كتاب الامتحان ونماذج في كتاب الوزارة، وكل ده هنحله مع بعض. هينزل لك يوم 14/5 حل 5 محافظات، يوم 16/5 حل 5 محافظات، يوم 18/5 حل 5 محافظات. كده هنكون اخر يوم في المراجعة يوم 18/5 هنكون قفلنا 15 محافظة و15 امتحان شامل. هيكون فاضل لنا كام يا مستر؟ هيكون فاضل لنا 7 محافظات، دول هيكونوا في ليالي الامتحان. طب يا مستر انت ما قلتليش احنا نشتغل من ايه اصلا؟ هنشتغل الشرح، هراجع لك الشرح تاني من كتاب الامتحان، هقرا لك بالتفصيل واشرح لك بالتفصيل من كتاب الامتحان، والاسئله حل وتفصيل كل الاسئله من كتاب الامتحان، وهجيب لك مصادر خارجيه وهسيبها لك فين؟ في الكومنتات والديسكريبشن يا بطل. فات الكثير خلاص، هانت يا بطل، فاضل كلها هي شهر كده هتبدا امتحانات ان شاء الله. شد حيلك وانشف معايا واشتغل معايا اول باول، راجع معايا اول باول كده وذاكر معايا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنجيب العلوم في شوال وهتقفل العلوم. اشوفك بخير ابطال البيولوجي، غير اي حد ابطال رجاله. اشوفكم بخير في اول حصه مراجعه يوم 27/4 يوم الاحد. اشوفكم على خير، مع السلامه.